بيبتدي الفيلم بتاعنا بالعيلة الجميلة دي واللي بتبقى ميرف اللي هي بنت كوب فاكرة إن في شبح عندها في الأوضة بسبب إنه بيفضل يوقع في الكتب وبيكسر لها الحاجة. كوب بيديها سبب يقنعها إنه مفيش حاجة اسمها أشباح، وبنعرف إن توم اللي هو ابن كوب وميرف عندهم اجتماع في المدرسة لكل أولياء الأمور، فبيركبوا العربية وبيمشوا، ولكن إطار العربية بيبوظ فبينزلوا يصلحوه. كوب وهو بيتكلم مع ميرف بيلاقوا طيارة من غير طيار طايرة فوقيه، فبيركبوا العربية وعلى طول بيجروا وراها لحد ما كوب بيعرف يتحكم فيها وبينزلها، وبعد كده بيقوم فككها واخد المحرك بتاعها، وبعد كده بيروحوا المدرسة. وبنعرف هناك إن توب درجاته قليلة والمدرسة عايزة تطرده علشان العالم في حافة الانهيار وعايزين مزارعين كويسين. وميرف بتبقى ذكية عكس توم، بس المدرسة بتاعتها بتشتكي من إنها بتعرض كتب كوب اللي فيها صور القمر ورحلة طلوعهم على القمر، لأن كوب كان أصلا مهندس، وبيكونوا مش مصدقين الكلام ده، وبتفضل تقلل من كوب لحد ما بيتسبب في فصل ميرف وبيروحوا البيت وبيسمعوا صوت جاي من الأوضة اللي ميرف كانت بتقول فيها إنه في شبح، بس بيطلع ومش بيلاقي حاجة، وبيرجع يتكلم مع دولاند وبيحكي له على اللي حصل في المدرسة. وبعدها بيروحوا يتفرجوا على ماتش واللي بيقف بسبب عاصفة رملية، وعلى طول بيركبوا العربية وبيلبسوا الكمامات وبيعرفوا يروحوا على البيت. وميرفا بتطلع تقفل الشباك وكوب بيشوف ان الرمل نازل من السقف الأوضة، وهنفهم حتة الشبح دي في الآخر. على طول كوبر بيعمل شوية إحداثيات عن الجاذبية وبيقدر يوصل لأكتر الأماكن السرية واللي بتبقى وكالة ناسا. طبعا بياخد بعضه وبيروح، وميرف بتتسلل وبتروح معاه وهو اصلا ما كانش يعرف، ولما بيوصل للامن بياخده ويدخله جوه. وجوه بقى بنعرف الدكتوره براند واللي بتدخله مكان اللي بيبقى فيه البروفيسور براند واللي كان شغال معاه قبل كده، والامراء بيفضلوا يسالوا فيه انه ازاي وصل ليهم، وهم من اكتر الاماكن السريه اللي الانسان ما يعرفش يوصل لها، وخصوصا بعد ما كوب قال لهم انه عرف مكانهم صدفه. فالبروفيسور براند بيقول له انهم وكاله ناسا، وبيوري له المكان اللي شغالين فيه بالسر، لانه كوب كان فاكر ان الوكاله قفلت بسبب الراي العام والانفاق على الصواريخ والعالم اصلا في مجاعات. وبنعرف من البروفيسور براند ان معظم الاكل اختفى، وبيقول له ان جيل ميرف هيبقى اخر جيل بسبب المجاعات وقله الاكسجين، بس براند بيقول له انه مش هيقول له حاجه تاني قبل ما يوافق يسوق المركبه دي، علشان كوبر كان احسن شخص بيسوق المراكب وبيسافر الفضاء. وبتشرح براند خطه انقاذه للبشريه، وإنهم أرسلوا 12 عالم، وإنهم دخلوا في نطاق وداهم لمجرة تانية واللي فيها بيرسلوا إشارات لو لقوا كوكب صالح للحياة، وكمان معاهم إمدادات تكفيهم لسنتين. ولحد دلوقتي وصل لهم 3 إشارات باحتمال وجود حياة على كوكب في مجرة غير مجرته. بيبقى البروفيسور براند عمل خطة بديلة بسبب عدم اكتمال النظرية الأولى واللي هي مبنية على الخطة الأساسية بتاعته، والخطة البديلة وهي إنهم بيعملوا عبوات هيدخلوا فيها بيضاويات وهيصنعوا الجنس البشري، بحيث لما يوصلوا على كوكب من الكواكب اللي في المجرات التانية يبقى فيه ناس. وعلى فكرة يعني علشان كده البروفيسور عايز الخطة الأساسية، علشان الخطة البديلة ديت مش هياخدوا الناس اللي على موجودين على الأرض. وبيروح كوب هو وميرف وبتبقى زعلانة ومش بيتكلموا لحد ما بيجي ويحاول يصلحها، ولكن ميرف بتتضايق أكتر من لما يصمم إنه يمشي وهو ما بيعرفش يصلحها. وهو خارج بقى في كتاب بيقع من الرف، وعايزك تركز في الحتة دي برضه، بس مش بيهتم وبيمشي. بيودع توم ودولاند وبيسافر، بيبدأ في التجول في الفضاء لحد ما بيشوف المركبة اللي هي الملاذ بتاعهم، وكوب بيعرف يلتحم ويوصل المركبة بتاعتهم علشان يكتشفوا السفينة دي بقى. وبيلاقي نسخة من تارس اسمها كيس، وبيكلمهم البروفيسور وبيقول لهم انهم في خلال سنتين هيكونوا قرب زحل، وبيبلغهم السلامات وبيبدأوا رحلتهم. وبعد كده بيسأل كوب براند على الكواكب اللي جات لهم منهم إشارات، واللي بتقول له ان افضل إشارة هي من كوكب في الدكتور مان، لانه لحد دلوقتي بيرسل لهم إشارات وبيقول ان في موارد والكوكب صالح للحياة. وبعد كده الدكتورة براند بتسيب كوب وبتدخل في الثبات بتاعها علشان يحافظوا على الاكسجين بتاعهم. وبنعرف ان اصلهم 14 شهر وبيكونوا في زحل. بيسجل رساله كوب وبيبعتها لهم عن طريق البروفيسور، وطبعا ميرف بتكون زعلانه ومتضايقه مش بتستقبل رساله ابوها، والبروفيسور بيبقى شايف ان ميرف فيها حاجه مميزه انها لو جت معاهم هيطوروها. ودولاند بيقول له انها ذكيه جدا ومتفوقه على اساتذتها. وبعد كده بيقول لهم براند انهم لو حبوا يوصلوا رساله لكوب يسجلوها وهو هيبعتها لهم. في الفضاء يكون ناقص لهم 3 ساعات على دخولهم على الثقب الدودي، وبيشرح روم لكوب شكل الثقب الدودي وهو ليه بشكل دايره. وبيدخلوا الثقب وبيبداوا يلفوا معاه، والمركبه بتفصل كل خدماتها، بس بيعرفوا يدخلوا المجره التانية من غير ما يحصل لهم حاجه. بعد كده بيقرروا انهم يروحوا على الكوكب اللي فيه ميلر بسبب انه وصل لهم بيانات انه فيه موارد وميه، دي حاجه نادره، بس المشكله هي ان كل ساعه في الارض
دي ومعدل 7 سنين على كوكب الأرض. بس كوب بيعرف يطلع بفكرة يهبط فيها على الكوكب ده ويتفادى حتة نفاذ الوقود بتاعهم والوقت كمان، فبياخد دويل وبراند وكيس وبيسيب روم وتارس، وبعد كده بينزلوا من المركبة وبنشوف هنا الثقب الأسود. وبعد كده كوب بينزل على كوكب ميلر زي ما خطط بالظبط، وبيستعجلهم علشان زي ما قلت الساعة الواحدة بتعادل 7 سنين على كوكب الأرض. بنشوف إن الكوكب عبارة عن مية وبتنزل براند، بس بيلاقوا إن جهاز الإرشاد اللي هو جابهم عبارة عن حطام، فبتروح براند ناحية بقية الحطام وبتكون فاكرة إن الكوكب ده عليه جبال، بس كوبر بيقول لهم إن دي أمواج والأمواج دي بتبقى كبيرة جدا، وبراند بتتحشر ما بين الحطام، فدويل بيخلي كيس يروح يساعدها وبيدخلوا المركبة. بس للأسف دويل ما بيعرفش والموجة بتاخده، وطبعا المركبة بتتاخد مع الموجة ومش بتطير بسبب ان المحركات بتاعتها بتتملي بالميه، وعلشان يعرفوا يطيروا عايزينهم كمان 45 دقيقه او ساعه علشان يتحركوا، وده اللي بيجنن كوب. وبيفضل يتكلم عن لو في حركه تخليهم يرجعوا بالسنين لورا، بس براند بتقوله انه مفيش حاجه كده، وبتحصل موجة تانية. بس المرة دي بيعرف كوب يخرج منها وبيوصلوا الروم، بس بنكتشف إن مر عليهم 23 سنة و8 شهور، وده بيكون غلطة في النظرية اللي كانت براند فاكرة إنها عرفتها. وبيروح كوب وهو مصدوم ناحية خزان الرسايل اللي اتبعت له من عياله، وبنعرف إن توم اتخرج واتجوز وبقى عنده طفل، ولكن للأسف دولاند بيموت، وتوم بسبب إنه معادش فيه أخبار منه معادش هيبعت له رسائل تاني. والمفاجأة لما بيشوف ميرف بس هي كبيرة وبتقوله إن عيد ميلادها وهي في عمره لما جه سابها، وهو كان قايل لها إنه ممكن لما يبقوا هما الاتنين في سن بعض يرجع، وبتتمنى إنه لو كان موجود معاها، ومش بتكمل الرسالة وبتمشي. وبنعرف ان ميرف بقت شغالة في وكالة ناسا مع البروفيسور براند، وبنكتشف ان البروفيسور كان عمال بيلف دايرة ملهاش اخر وبدون نية انه يحل النظرية، بس بيتهرب منها وبيقول لها انهم هيبقوا يتكلموا في الموضوع ده بعدين. وفي الفضاء كوب بيقول للطاقم اللي معاه انهم ما عادش معاهم موارد ولا بنزين، وانهم عليهم انهم يختاروا ما بين كوكبين، وبيعملوا تصويت بس بيحطوا في الحسبان ان براند مغرمة بالدكتور ادموند اللي شرطه اتقطعت بس في موارد والكوكب صالح للحياة. اما الكوكب بتاع دكتور مان بيبقى لسه بيبث اشاره، وكوب ما بيسمعش كلام براند، وبيحط يعني في الحسبان ان الدكتوره براند مغرمه بادموند وعايزه تروح، وبيحاولوا رحلتهم على طول لكوكب دكتور مان، والبروفيسور براند بيموت، بس بيقول لميرف ان الامر كله كان خدعه، وانه مفيش حاجه من اللي هو عملها صح، وان النظريه كانت غلط، وده اللي بتوصله ميرفي للتسجيل وهي متضايقه. بس بيكون اصلا كوب والدكتور براند مشيوا من المركبه، ولو هم رايحين للكوكب دكتور مان بيوصلوا وبيلاقوا المركبه، وبيطلعوا دكتور مان من الثبات اللي هو فيه، وبيديهم بيانات عن الكوكب بتاعه لحد ما بتيجي الرساله اللي بعتتها ميرف، واللي بيبقى فيها وفاة البروفيسور وكتبته، وده اللي بيخلي كوب وبراند يتضايقوا جدا. بس بنعرف ان دكتور مان كان عارف انهم كانوا حلوا النظريه دي من زمان، وقبل اصلا ما دكتور مان يطلع على الكواكب او يعملوا المجره او يعملوا اي حاجه. ولكن البروفيسور كان اصلا من الاول امله انه يعمل مستعمره على كوكب غير الارض، واللي في الارض يضحوا بنفسهم، وطبعا لو كان قال كده من البدايه ما كانش كوب او اي حد وقتها وافق على انه يطلع العمليه بتاعتهم دي. وميرفي بقى على الأرض بتبقى حاسة إن الغرفة اللي كانت بتقول إن في شبح هو شخص بيحاول يبعت لها رسالة، وكوب هيمشي من الكوكب ده، بس قبل ما يمشي الدكتور مان بيقول له إنهم هيجمعوا شوية بيانات وبعد كده هيرجع للأرض. بس بنعرف إن دكتور مان بقى زي في كل البيانات، وإن الكوكب اللي هو عليه ده ما يصلحش اصلا للحياه، وبيتخانق مع كوب، وتوم ما بيكونش عايز يسيب المزرعه وعيلته هتموت بسبب الاتربه وقله الاكسجين، وكوب الخوذه بتاعته بتتكسر والاكسجين بيبدا يخلص منه، بس بالعافيه بيوصل لجهاز بس ويطلب المساعده من براند، وعلى طول براند بتحدد الموقع بتاعه وبيتحركوا لموقعه. وميرفي بقى على الارض بتولع في المحصول بتاع توم علشان يتلهي ويروح له، وبراند بتعرف تساعد كوب وتوصل له، بس للاسف روم بيموت بسبب انفجار كان عامله دكتور مان في المركبه، وبعد كده بياخد السفينه وبيطير لوحده، وميرفي بتروح علشان تاخد عيلة توم وبتكتشف السر اللي كان في الأوضة. ودكتور مان المركبة اللي هو فيها كان طرس عطل الالتحام التلقائي في الملاذ بتاعهم، فهيضطر يلتحم فيها تلقائي، بس ده اللي هيؤدي بحياته، والمركبة بتنفجر، فبيضطر كوب انه يلتحم في المركبة، واللي بيبقى في شبه مستحيل. ولكن بعد عناء طويل بيعرف كوب انه يلتحم بالمركبة، بس بتواجههم مشكلة تانية، وهي ان الثقب الاسود بيسحبهم، بس كوب بيعرف يستغل الثقب ده في صالحهم ويخليه يشد، وبعد كده عن طريق الثقب الأسود وجاذبيته يوديهم لكوكب دكتور إدموند. وفعلا خطة كوب بتنجح، ولكن بيفصل مركبته عن براند وبيقول لها إنه لازم يسيبوا حاجة وراهم،
وبيفصل المركبة وبيدخل هو لوحده الثقب، وهو في الثقب المركبة بتتدمر وبيطوف لوحده في الفضاء لحد ما بيشوف انه محاط وسط مكتبة اللي هي في البيت عنده، وبنشوف ان كل الذكريات بتاعته هو وميرف، وان الشبح اللي كان في الأوضة بتاعة ميرف هو في الحقيقة كوب، وهو اللي كان عمال بيبعت الرسائل دي، وبعد كده بيبعت البيانات بتاعته عن طريق شفرة مورس على الساعة اللي كان مديها لها في أول الفيلم، وبتحلل هي كل البيانات وبتنجح في حلها. وبعد كده بيصحى كوب في مستشفى على سريره بعد ما نقذوه، وبيقول له الطبيب إنه دلوقتي بقى عمره 124 سنة، وإنهم في كوكب جديد وفي حياة، وإن الجنس البشري ما انقرضش ولا حاجة، وميرفي بتكون هتوصل كمان كام أسبوع. وبعد كده بيودوه للبيت بتاعه واللي بيبقى طبق الأصل من بيته القديم اللي كان على الأرض، وبيلاقوا تارس بس بيكون فاصل طاقة فبيقعد يصلحه، وأخيرا بيشوف بنته اللي بقت أكبر منه، وبيكون من أجمل المشاهد اللي كانت في الفيلم بصراحة. وبتقول له إنه يروح لبراند، وبتكون براند عرفت توصل لإدموند بس بيكون مات، ولكن بيكونوا عاملين معسكر هناك وبيروح لها مع تارس. وبس كده صديقي، ده يكون نهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، ولو حابين تخلوني اعمل لكم ملخص تاني لأي فيلم انتوا عاوزينه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، او تقدر تخش تعمل فولو على الانستجرام وتبعت لي هناك، وانا ان شاء الله ارد على الجميع. وبس كده، دمتم في رعاية الله، مع السلامة.